تعرفون انه لك حق تبول بالبحر؟ القانون الالماني يسمح لك تبول بالبحر. لكم هاي القصه العجيبه الغريبه. اكو شخص كان قاعد على البحر، ما حب يسبح بالبحر لان الماي بارد كان له، فقرر ماكو مكان يبول بيه اللي هو يسمونه يشخ او يطير ماي، فقرر هذا الشخص انه بالضبط يختار شيء ويبول. واثناء ما يبول اجى واحد ضرب على كتفه. اللي ضرب على كتفه هو البوليس وقال له انت ممنوع تبول هنا، فعليك غرامه 60 يورو. اخذ هذا الشخص الغرامه، قال انا ما ادفع هالغرامه لان انا اشوف هالغرامه صراحه مو حلوه بحقي. اجى له بريد انه يدفع الغرامه، كتب لهم بالبريد انه انا ما ادفع الغرامه. القانون بالمانيا يقول كل شخص ما يدفع غرامه مال البوليس او اي مخالفه تلقائيا هاي القضيه تروح للمحكمه. فقضيته راحت للمحكمه، راح للمحكمه وقف قدام القاضي، قال له يا قاضي انا بليت بالبحر ويريد يغرموني 60 يورو، فانا ما اريد ادفع هاي 60 يورو. القاضي قرر انه ما يدفع هاي 60 يورو. تعرفون السبب ليش؟ السبب القاضي يقول انه هذا الشخص من بال انه ما خلف مخلفات او ما خلف شيء مثل ما نقول فضلات وتطلع روائح وغيرها، البول اخذها الماي. والسبب الاهم من هذا الشيء انه هذا الشخص من طلع العضو الذكري مالته ما شهر بيه قدام الناس، يعني ما طلع العضو الذكري وقال لهم هذا العضو الذكري مالتي هنا انا جاي ابولهن وتعال شوفني. فماكو احد اشتكى من عنده ولا اكو احد مثل ما يقول قدم دعوه ضده انه كنا قاعدين وضايقنا من عنده بسبب يطلع العضو الذكري مالته ويبول. وهنا القاضي من قرر هذا القرار انولد القانون جديد، وصار قانون جديد انه يحق لك تبول بالبحر بشرط انه ما تشهر العضو الذكري مالتك، يعني ما تطلع العضو الذكري وتشوفه للناس.